وما كان عائقا كبيرا هو الشوك الذي كنت أجده بين أصابعي. كان الأمر مؤلم جدا. والوصول إلى 2500 درهم هو ما تمكنت من جمعه في أول 10 أيام. كان أول شيء فعلته هو شراء ميكروفون احترافي. كثيرون قالوا إنني مجنون لأنني أضعت المبلغ في قطعة حديد سوداء، لكنني كنت أؤمن أن هذه القطعة ستغير حياتي. كنت أبيع يعني الهندية بالنهار وأتدرب ليلا على قراءة النصوص الإعلانية، الوثائقيات، النصوص الإعلانية، نشرات الأخبار. مع اقتراب عيد الأضحى تخليت عن عربة التين وصرت أبيع لوازم الذبح حتى وصلت في نهاية الشهر الثالث إلى 28 ألف درهم. جلست في تلك الليلة الأخيرة أحدق في الميكروفون وأعاتبه، وكأنه السبب في أنني لم أصل المبلغ كاملا قبل ليلة واحدة من يعني التقدم للمعهد، وكنت أستعد للنوم. فجأة وصلتني رسالة من صديقتي دانيا: علي، لقد أرسلت لك مبلغا وأريدك أن تكون صوت قصيدتي.